السلام عليكم، مازال في الاول معكم جميلة كوك شانيل. وليكم بوصفة جديدة بعد العيد الاضحى المبارك، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. شوفوا هذه الطريقة تاع المردوم، وصفة بزاف بنينة. شوفوا اللحم يجي يدوب ولا ما درتهاش بهذه الطريقة وراكي تراطي في البنه. شوفوا اللحم كيفاش يذوب وجا محمر هايل. شوفي هنايا عندي مرسو تاع الكتف ولا الفخذ، اي مرسو حبيته من اللحم. وعندي هنايا التوابل، هاد التوابل لازم يكونوا عندي 2 مغارف كبار تاع لاموتارد، اكليل الجبل، ومغرفه كبيره تاع زنجبيل، كركم، كمون، فلفل عكري شويه برك، وفلفل كحل، وسمن الملح. وهنايا بسم الله نبدا. حطيت مغرفه كبيره تاع الملح ودخلت كاع هذوك التوابل. هنا لو غوماران والجنجمبر لازم يكونوا في الوصفه، هما اللي يعطيو بنه خياليه لهذا اللحم. زدت المغرفه كبيره تاع الثوم مرحي وبصله كبيره مرحيه وشويه برك تاع زيت زيتون. ما نكتروش بزاف كما تعرفوا الغنمي يعني عنده ليدام. هنا نحاولوا ندخلوا كاع هذوك لي زيبيس ونحكوا مليح اللحم ونخليوه يتماصيره، يعني نخليوه 1-2 سوايع، ولا درتوه في الليل سي انكور ميو، خليوه يبات. غطيوه مليح من 2 سوايع باش نطيبوه. هنا نرافق معاها شويه لا بيوري ولا لي فريت ولا لي ليغوم سوتي، يعني اي حاجه تزيدوا معاها سي تري بون. موا جو بريفير لا بيوري باسكو يعطيني هذيك لاصوص تجي بزاف بنينه. هكا نسقيو بها لا بيوري ولا لي فريت. لو كان نهضر لكم شويه على هاد الفخار حنطيب فيها. شوفي هذه فرانشمون ما ندمتش عليها كي شريتها، حاجه فريمون شابه و تري براتيك. هذه شريتها في كيندوز اي ترزين، درت 130,000 فوالا. هي هذه فورمه كبيره، كاين اصغر منها مي هذه كبيره، يعني حجم عائلي ترفد لك ما شاء الله. كي تجيو تستعملوها بوغ لا بروميير فوا لازم تشمخوها في باسينه مده 24 ساعه، لازم تغرق مليح في الماء، ومن بعد نحيوها، ومن بعد دهنوها مليح بالزيت الزيتون، غرقوها هكا بيان من الفوق ومن الداخل، ومن بعد حطوها في الفوق 130 درجه حتى 140. تسخن بيان وتشرب كاع هذاك الزيت وتحصلوا على هاد النتيجه. وعلاش نديروا لها هكا؟ باش كي نعودوا نطيبوا فيها ما تشققناش ولا ما تتكسرش، هكا نحافظوا عليها. ومن بعد هنايا حنفرش البصل في لو فون تاعها، لازم تفرشوا لها كاش حاجه لكليل الجبل والثوم. المهم ما تفرشوش برك البطاطا باسكو البطاطا حيشرب لكم كاع هذيك لاصوص، ومن بعد ما تلقاوش باش تسقيو. المهم هنا ثاني لا ماسيراسيون هذيك كاع يعني زيدوها فوق اللحم، ما تخليو حتى حاجه. هنايا اللحم ما نديرلوش كاع الماء، يعني اعتمدت على البصله هذه باش نديروا بصله كبيره، وزيدوا ثاني الطوماطيش بزاف هكا باش يطلق الماء. نتوما ولا استعملتوا الطين بوغ لا بروميير فوا لازم ديروا او موان نص كاس ماء. شعلت الفوق على 280 درجه مده 2 سوايع، يعني الفوق تاعكم لازم يكون افون. هنا لا بيوري تاعنا طابت، صفيتها من الماء هذاك تاعها ودرت لها 2 مغارف تاع الزبده ونرحيها بهذه الطريقه. نشوف نرحيها قبل بالزبده ومن بعد نرجع لها شويه من الماء هذاك تاعها. انايا ما نديرش الحليب، كما يقولوا نتوما ديروا الحليب، ديروا الفرماج، ديروا واش حبيتوا. انا لا بيوري نديرها هكا خفيفه غير بالماء تاعها. هنا بعد 2 سوايع شوفوا لي كيفاش جات هذيك المردومه. شوفي جات محمره وريحتها ما نحكي لكمش، جات ما شاء الله. وشوفوا لي كيفاش راهي محمره بيان من الفوق، ونديري شعلت عليها الكوشه من الفوق. هي لا هي الطين الصهد هذاك يعطي لها هذا الاحمرار. وهنايا لا توش ماجيك، لازم ندير هذيك الفحمه باش يعطيني لوغو تاع المردوم ولا الجمره هذيك، تعطيني لوغو فومي روعه. وشنو حطوها ديريكتومون فوق لو غرا باش يعطيكم هذيك لا فومي، باسكو المردوم تاع الصح يحطوا هاد القله كيما راهي تحت الارض مع الفحم وباش يطيب اللحم هكايا بالصهد. هنا لاصوص تاعها زدت لها مغرفه صغيره تاع لا موتارد وتجيني تاني بزاف بنينه مع لا موتارد، وتحصلوا على هاد لاصوص. شوفوا كيفاش راهي دايره فريمون جات ما شاء الله. البنه اللي راهي في هاد لاصوص وحدها. هاد الطريقه لازم تجربوها وديروها في اي حاجه تاع الطين، يعني كاين تنيجره سوبيير اي حاجه تاع الطين. وشوفوا اللحم الله يبارك، يعني ما يحتاجش الموس باش تقطعيه، بالفرشيطه جبداه يذوب وحده. ولا كولور تاعو شوفي كيفاش جات الداخل، جا حمر ومن الفوق ان بو غريي، فريمون جا ما شاء الله. اي سورتو بيان طوندخ، جا مشمخ يعني ماشي ناشف. اي بيان سور كي نضربوا اللحم لازم وراه لاتاي الصحراوي، الله عليه بور بيان ديجيري. ولا تحبوا الوصفه قولوا لي في الكومونتير، لاتاي ما يترطاش. نشكركم على المشاهده، وفي وصفه واحده اخرى ان شاء الله.